كلنا شفنا الاوتفيت بتاع مروان بالو حبيب قلبي اللي كان لابسه في حفلة الازياء بتاعت شركة ديور اللي معمولة في الاهرامات. في ناس عجبها الطقم وفي ناس ما عجبهاش، فخليني اقول لك رايي الشخصي اللي مش مهم خالص في الاوتفيت بتاع مروان بالو. يلا يا رجل. وبعدها اشرح لك ليه ديور براند غالي ومشهور لدرجة كل المشاهير دي تحضر الايفنت بتاعهم. اول حاجة كده مبدئيا هنشيل شال جلد النمر، هنلاقي الطقم ده طقم مدرس الرياضة بتاعنا في ابتدائي. حتى بص على القميص اللبني والبلوفرايه والبنطلون الكلاسيك الطويل والجزمة السودا، ناقصه بس قلم وكراسة وخرسانة ويشرح لنا ازاي نحسب جدول الضرب. لكن كتقييم الاوتفيت لمروان بابلو، بما اني انا ما بفهمش في الموضة ولا في الازياء وبتلخبط بين الالوان اصلا، ف10 من 10 عشان بحبك مروان بابلو. يا حلو يا جميل يا حلو يا جميل يا حلو يا جميل. مين ده؟ مين هذا النكر؟ وهنعمل نفسنا مش واخدين بالنا من طقم ويجز في اخر حفله طلعها، عشان الصراحه يعني يا ويجز يعني انا مكسوف ارد واقول لك القميص ده بتاع ايه، بس عندنا فيك بقى القميص ده بتاع بنات كلب، والفيديو ده وحش. هاي الاسواق. طب هي ليه ديور عامله الايفنت ده اصلا عندنا؟ هي ديور محتاجه شهره يعني؟ هرد واقول لك عادي محتاجه شهره ومحتاجه تفضل متشافه والناس تفضل تتكلم عليها على طول. والايفنت ده معمول لاستعراض ازياء الرجال الخريفي، وناس كتير قوي من الممثلين والمشاهير في كل المجالات اتبعت لهم دعاوي عشان يحضروا. طب هو مين اصلا اللي عمل شركه ديور دي؟ هرد واقول لك كريستيان ديور. خلاص حضرتك فاكر ايه يعني؟ وده براند فرنسي ومن الاخر يعني مش زي اي براند، لا ده براند هاي اند بتاع الناس الهاي كلاس قوي 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 قوي، وبتوصل الحاجات فيه لالوفات مؤلفه، اخضر مش احمر. يعني حضرتك ممكن تروح تشتري كوتشي من هناك ب $10,000 مثلا، او شنطه ب $5,000 او جاكيت ب $2,000 مثلا. طبعا انت بتضحك ضحكه صفرة دلوقتي عشان انت بقالك 4 سنين بنفس الجاكيت. فرد اقول لك يا صاحبي، حياه الاغنياء دي صعبه ووجع دماغ، مفيش احلى من الحياه البسيطه. اي تيشيرت نص كم من بتوع الصيف على اي جاكيت من بتوع الشتاء اللي بقالنا 7 سنين ما غيرناهوش اصلا. ايوه برضه انا ما فهمتش هو ليه ديور براند غالي للدرجه، انا مش فاهمه، فهموني. هرد واقول لك اول سبب هو ان شركه ديور بتستخدم مواد خام بكواليتي عاليه قوي، والناس اللي بتصنع الهدوم والبرفانات والجزم والكوتشيات والاكسسوارز بيكونوا ناس حرفيين وشاطرين قوي وعلى درجه كبيره من الكفاءه. وتقريبا اول سبب ده كل الناس عارفاه. وتاني سبب هو ان ديور مستهدفه فئه معينه من البشر عشان تبيع لهم، وهي فئه الناس الاغنياء والمشاهير والملوك والرؤساء. ودليل على ذلك لما اميره ويلز ديانا جالها هديه شنطه من ديور ووصفتها انها شنطه جميله وفريده من نوعها واسطوريه. ومن وقتها شركه ديور قررت تبتكر سلسله اكبر بكتير وغيرت اسم الشنطه لليدي ديور. والشنطه دي مستوحاه من كراسي نابليون بونابرت، والشنطه دي وصل سعرها دلوقتي ل $5,500. يعني انت بتتكلم في 135,000 جنيه يا صاحبي. تعديل بسيط يا اخواتي، الشنطه اللي احنا بنتكلم عليها طلع سعرها الحقيقه $10,500، بس في حاجات رخيصه ب5 وب6 على حسب بقى، بس ماركت ليدي ديور يعني من $3,000 وانت طالع. اما موضوع استهداف فئه معينه ده في حد ذاته بيرفع من اسم البراند اضعاف الاضعاف، وبالتالي بيبقى من اغلى العلامات التجاريه الفاخره والراقيه في الاسواق كلها. وبالتالي برضه لما حد مشهور يلبس براند زي ديور ويطلع يتصور بيه، في ناس كتير قوي هيعجبها وهتجري تجيبه، زي مثلا المغني الكوري سي هون، يا رب اكون نطقته صح. البنات كانت بتريل عليه كام يوم في المطار، ومش البنات بس، في ولاد برضه كانت بتريل عليه عادي. يا خبر اسود، شفناه انا ما اعرفش ايه اللي دخلنا في الرياله والقرف ده، بس اتس اوكي يعني نرجع لموضوعنا تاني. اما دول بقى بنات كانوا راكبين عربيه نص نقل عشان يروحوا يقابلوا سي هون. يا اخي تبا للواقع والله. يعني مثلا شنطه ليدي ديور بتاعت اميره ويلز اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليها، لما فتحوا الستور بتاعهم وعرضوا انهم هيبيعوا الاصدار ده، اغلب الناس اشتريته في خلال ساعات وما بقاش متوفر واوت في ستوك، بغض النظر ان سعره $5,500. وتالت سبب ان ديور قدرت بذكائها تقنع الناس ان اي حد بيلبس البراند ده بيديله نوع من انواع الجمدان وبيعلي من قيمته الاجتماعيه وسط الناس. زي مثلا لما حد يجيب ايفون ولما تساله طب هو ايه المميزات اللي فيه، يقول لك ما اعرفش بس كفايه التفاحه اللي فيه. مع احترامنا لابل واللي منهم يعني، انا بدي مثال مش اكتر، ده بغض النظر ان موبايل ايفون موبايل خارق يعني، معلش بقى اصل انا ايفون يوزر بقى. يعني لو حتى في ماتريالات تشابه لديور وارخص النص، فالناس برضه هتختار ديور عشان كفايه انهم لابسين ديور. يعني اديكم مثال، مثلا كان عندي ازازه برفان ديور سوفاج، الازازه دي كانت عامله 4000 جنيه، وكانت بتقعد مثلا من 6 ساعات ل 8 ساعات. فبعد ما خلصت كنت عايز اجيب واحده تانية، وانا كانت حالتي الماديه يعني بايظه خالص، فنزلت جبتها من محل بيعمل تركيزات، فلقيت تركيزها بنفس الريحه بنفس كل حاجه بيقعد من 10 ل 12 ساعه، مع ان دي ب 500 جنيه ودي ب 4500 جنيه، بس دي من البراند
البراند الاوريجينال ديور، ودي من محل بيقلد البراند، وده كان مجرد مثال مش اكتر. وديور اتشهر ليها حاجات كتير قوي حوالين العالم كله، وكانت بتعمل طفرات زي مثلا الجوردن كوتشي عليه علامه نايك وديور في نفس الوقت. طبعا الكلام ده مش لينا، احنا بنجيب الكوتشي ب 300 جنيه في حين ان سعره الاساسي ممكن يوصل ل 2000 ونص اخضر مثلا. وغير كده انا قريت في سايت بيقولك ان ديور كانت على طول متعوده انها تدخل الموضه الجديده في عالم الهدوم، ودليل على ذلك بعد الحرب العالميه الاولى الستات كانوا بيلبسوا التنانير، اي يعني الجيبات والفساتين القصيره، فديور دخلت فكره انهم ممكن يلبسوا حاجات طويله بدل القصيره، وده كان حاجه جديده واوف بقى، اللي هو احنا جامدين قوي، حاجه كده زي الاوفر سايز دلوقتي. ومن الاخر ديور مش بتنافس اي شركات، ديور بتنافس اكبر الشركات المتخصصه بالهدوم زي فيرزاتشي وجوتشي، ودول لو دخلت بصيت على اسعارهم هتجيلك جلطه، فبلاش تخش تحرج نفسك وتحرجني. عرفت ليه بقى ان ديور براند غالي ومشهور للدرجه؟ وكان معكم يوسف الملسوعات، وهتلاقوا الانستجرام بتاعي في اول كومنت، ويلا سلام.